كام مرة جربتي تعملي فيها الجلاش والنتيجة في الاخر ما كانتش مرضية وما كانش زي اللي بنجيبه من بره وبنجيبه من المحلات الحلوانية؟ النهاردة هعمل معاكي وصفة جلاش سهلة قوي وبسيطة، ولكن في الاخر النتيجة بتكون تحفة. جبت كوباية من السميد وحطيت عليها نص كوباية من الشربات الخفيف، وهبدأ ان انا كده اقلب الشربات مع السميد لحد ما يديني كأنه زي الرملة المبلولة او الحبيبات بتاعته بتلزق في بعضها كده. ممكن في الخطوة دي كمان تزودوا ماء زهر او تزودوا كمان فانيليا لو انتوا حابين. وبعدين حطيت انا القرفة، هو ده الميكس يعني المتعارف عليه، السميد مع القرفة مع كمان السوداني. حطيت كوباية الا ربع من السوداني المجروش خشن، وممكن تستبدلوه باي نوع مكسرات انتوا تحبوه. وطبعا كمية القرفة ممكن تزودوها عن كده، ولكن دي كانت مناسبة لكمية الجلاش اللي انا عملتها، اللي هو نص كيلو من الجلاش على كمية السميد والقرفة والمكسرات اللي انا حطيتها. حطيت اول حاجة طبعا دهنت القالب بالسمنة، وبعدين حطيت اول طبقة، وزي ما انتوا شايفين كده انا بسيب جزء من الورقة بره القالب عشان هقفل عليه، يعني هقفل بيه على الحشوة عشان ما تقعش من الجلاش لما نيجي ناكله. فزي ما انتوا شايفين كده بسيب جزء من الورق بره، وبحط بين كل طبقة والتانية معلقة كده من السمنة وبوزعها عليها. طريقته سهلة قوي قوي، والنتيجة في الاخر بتكون تحفة بجد. زي ما انتوا شايفين كده بحط نص الكمية تحت، وبعدين برجع احط نص الكمية فوق. بعدين اهو لما نقصت او نص الكمية حطيت الحشوة اسفة، وبرضو برجع بين كل طبقة والتانية بحط السمنة، وبقفل الاطراف اللي انا كنت قايله لكم عليها هنقفل بيها الحشوة. شايفين بقت الصينية كلها او الحشوة كلها متحوطة بالجلاش، مفيش اي حاجة هتقع. وبعدين في الاخر خالص حطيت على الوش برضو سمنة. واهم خطوة في الموضوع كله ان احنا لازم نقطع الجلاش قبل ما يدخل الفرن، عشان بيكون تقطيعه سهل وكمان بيدينا في الاخر شكل حلو ومظبوط. انا الصينية دي اخدت مني حوالي نص كوباية من السمنة، فما تزودوش عن كده عشان ما يبقاش يعني بيبقى طعمه مش احلى حاجة. لما حطيته طبعا في الفرن على رف الوسطاني لحد ما اخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، ما تغمقوش عن كده، ممكن تفتحوا عن اللون ده ولكن ما تغمقوش عن كده خالص. وبدأت بقى اول ما طلع من الفرن نزلت عليه بشربات بارد، يعني يكون في حاجة منهم سخنة، يعني الجلاش يكون سخن جدا لسه طالع من الفرن، والشربات يكون بارد. حطيت طبعا كمية الشربات اللي تناسبني، انتوا ممكن تزودوا كمية الشربات عادي جدا، يعني انا حطيت حوالي نص كوباية برضو من الشربات عشان ما بحبش الحاجة مسكرة قوي، لكن انتوا ممكن تزودوها زي ما تحبوا.